ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. لحد اخر يوم. اشتعل واشتعلت بطولة الدوري يا سادة. أحمد السيد زيزو والمستشار أشرف عبد العزيز، الزمالك كان يسعى إلى إيقاف زيزو من 3 شهور ل4 شهور تحت أمر نادي الزمالك لحد آخر يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. معانا النهاردة أحمد السيد زيزو والمستشار أشرف عبد العزيز المحامي الخاص به يحبطون مخطط الزمالك في إيقاف زيزو. تابع معانا الفيديو للآخر وانت حضرتك هتفهم. يلا بينا نسمع ونشاهد مع بعض وارجعوا لي. النهاردة بيحصل واحدة من أهم اللقطات في قصة ومسلسل الانتقال الأهم يمكن عبر التاريخ بعد الكابتن رضا عبد العال. بتكلم على قصة زيزو، وبعد انقطاع دام لمدة 25 يوم عن التدريبات، وبعد العديد من الإجراءات القانونية من طرف نادي الزمالك اللي يبحث عن حقوقه فيما يتعلق بزيزو وتعاقد زيزو، ومن ناحية أخرى تتعلق باللاعب نفسه ومحامي اللاعب نفسه والأمور التي لها علاقة بمسألة العقود والمستحقات والتواجد. النهاردة بيحضر زيزو إلى مقر نادي الزمالك. بتوصل لنا المعلومة وبنتحرك بسرعة بفضل الله، بفضل الله، لأنه وده أنا حاجة بتشرف بيها إنه عندي فريق إعداد قوي ومتكامل وسريع الحركة، والأهم من كل ده إن هم شطار. أنا فخور بيكم جدا والله العظيم، وبقولها لكم على الهوا، وسعيد لأنه النهارده ناس بتتحرك برشاقة وبسرعة أول لما بتجيلها المعلومة ويتحرك. وده مش هيحصل إلا إذا كنت في قناة عارفة قيمة الانفراد التلفزيوني والانفراد الصحفي، فتتحرك على طول الكاميرا بتاعتنا وتحرك زميلنا محمد حسنين لكي يكون متواجدا أمام مقر نادي الزمالك علشان يرصد لحضراتكم هذه اللحظات المتعلقة بوصول اللاعب. تعالوا نشوف مع حضراتكم. أنا هسمعك بالصوت والصورة عشان تعيش الأحداث. جيب لك اللقطات بتاعة دخول زيزو إلى مران نادي الزمالك وخروج زيزو، واحكي لك الكواليس اللي حصلت جوه. نتابع مع حضراتكم. الصورة دايما حلوة. يا عم هات يا عم زيزو. بسرعه اجري. زيزو كابتني كابتن صور يا كابتن يا كابتن يا كابتن وقف لي الطريق، وقف الطريق. وسع يا باشا عشان شويه. وش يا وسع يا باشا. وقف ما هو عايمني. خش يا باشا. يلا زيزو زيزو. كنا القناة والبرنامج التلفزيوني الوحيد الذي كان متواجدا، ولكن إحقاقا للحق أيضا كان متواجد العديد من المواقع الإلكترونية اللي واضح أن عندهم صحفيين شطار رصدوا لحظات وصول زيزو. زي الوطن قالت عاجل زيزو يظهر داخل نادي الزمالك ويستعد للانضمام للتدريبات اللي بعده. اليوم السابع حصري زيزو يصل نادي الزمالك لأول مرة منذ بداية الأزمة وسط حراسة لحضور جلسة التحقيق، وما كانش فيه تحقيق لكنه كان حضور للتدريبات اللي بعده. القاهرة 24 زيزو يصل مقر نادي الزمالك لخوض تدريبات الفريق اللي بعده.
تم بث الفيديو مباشر. تلجراف كانت موجودة وبثت الفيديو على الهواء مباشرة وقالت عاجل التحقيق مع زيزو صدى البلد. نفس الأمر. كل هؤلاء كانوا متواجدين، والحقيقة لازم دايما نشيد بالناس اللي بتجتهد وبتبذل مجهود وتبقى موجودة. والحقيقة برضو انه النهاردة بنحصل مع حضراتكم على انفراد يكاد يكون انفراد الموسم، التعقيب الأول بالصوت والصورة حتى ولو ثواني، ولكنه تعقيب مهم. التعقيب الأول بالصوت والصورة لأحمد سيد زيزو. ماذا قال؟ هو التعقيب الأول والحصري والوحيد على الإطلاق خلال هذه الأزمة بالكامل، بعد ما كان متواجدا في التدريبات زميلنا محمد حسنين أجرى هذا الانفراد السريع جدا ولكنه مهم، وهناك عناوين منها هنطلع بيها. نتابع. توضيح بس يا كابتن بعد اذنك، بعد اذنك يا كابتن. لا يعني التعقيب على حضورك المره. ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. طيب يعني لحد اخر يوم، لحد اخر حضور النهارده انا تحت امر نادي الزمالك. معلش انا اسف. كابتن حضورك النهارده كان توضيح بس يا كابتن بعد اذنك، بعد اذنك يا كابتن. لا يعني التعقيب على حضورك المره. ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. طيب يعني لحد اخر يوم، لحد اخر حضور النهارده انا تحت امر نادي الزمالك. معلش انا اسف. كابتن حضورك النهارده كان توضيح بس يا كابتن بعد اذنك، بعد اذنك يا كابتن. لا يعني التعقيب على حضورك المره. ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. طيب يعني لحد اخر يوم، لحد اخر حضور النهارده انا تحت امر نادي الزمالك. معلش انا اسف. ده تعقيب زيزو. انا تحت امر نادي الزمالك، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك لحد اخر يوم في عقدي. ده كلام زيزو والذي يحمل عنوانا واضحا وصريحا في تقدير كبير جدا جدا لناديه نادي الزمالك، لانه ما زال مرتبطا بتعاقد مع نادي الزمالك. طيب هل هيبقى له تأثير؟ أنا ما أعرفش. هل هيبقى له تأثير في الموضوع في القصة كلها؟ أنا ما أعرفش، ولكنه أنا بعمل دوري الإعلامي أنا وزمايلي في البرنامج بحيث إن إحنا ننقل لكم بالظبط التصريحات أو اللي الناس بتدور عليه، هو إيه اللي بيدور في دماغه، هو إيه اللي عايز يقوله. كلمة ولو مقتضبة ولكنها مهمة جدا في هذا الأمر. إيه اللي حصل منذ لحظة دخول زيزو إلى التدريبات ثم خروجه من التدريبات؟ البعض بيقول لك زيزو كان رايح علشان يتمرن عشان يثبت حاله. ما هو طبيعي رايح يتمرن عشان خاطر يثبت حاله لانه منقطع عن التمرين. هو طبيعي لازم يبقى موجود، وطبيعي لانه كل المواقع كان موجوده وعندها معلومه، واحنا جات لنا المعلومه وتحركنا بسرعه زي ما قلت لكم، لان عندنا فريق شاطر من المعدين، عندنا مصادرنا الخاصه اللي بنقدر نتحرك بيها. الراجل دخل في ترحاب شديد جدا ولم يكن هناك أي أمر متعلق بدخوله. شفنا ولاحظنا الناس تمام، ويفتح الباب اتفتح، دخل زيزو. ترحاب شديد جدا جدا. خروج أيضا بواسطة تأمين بحراسة شديدة من نادي الزمالك. إذن تقدر تحس بإيه؟ تقدر تحس إن الأمور طيبة جدا. النادي الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع اللاعب، واللاعب تعامل أيضا وفق تعاقده. الزمالك حمل لاعب في دخوله، مش عايز اقول حمل لاعب لانه انا وانت فاهمين كويس قوي انه ده اللي هيحصل، ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي بالنسبه لنادي الزمالك وده الطبيعي بالنسبه لنا كلنا يعني. لكنه انا بقول لك الصوره اللي اترصدت قدام عينيك فانت تقدر تفهم منها هو ايه اللي حاصل. اللي حاصل ان الابواب اتفتحت وانت شايف، واللي حاصل انه مرحب بيك، انت لعيب في النادي، تعالى اتمرن. دخل التدريبات اهو الدنيا تمام، وده وهو خارج والحراسه معاه. ليه؟ عشان ما يحصلش اي حاجه، عشان ما حدش يضايقه، عشان ما يحصلش اي مشكله، عشان ما يحصلش اي حاجه فيبقى فيها عنوان. فنادي الزمالك اذا تعامل مع الموضوع بشكل طيب جدا، بشكل متميز جدا. طيب يبقى احنا كمان بنتكلم عن اللقطه، بص لها من جميع ابعادها. لعيب حضر التدريبات، قال لنا في انفراد خاص انه مدى تقديره واحترامه لنادي الزمالك. نادي الزمالك مبادلته للامر كان طبيعي، لو الزمالك كبير قوي، ده نادي الزمالك، طبيعي كبير قوي يعمل ايه؟ اهلا وسهلا، ابواب مفتوحه، خش اتمرن،
بلا اي مضايقات. عايز اقول لك انه زيزو اتمرن، وهحكي لك التفاصيل البسيطه اللي حصلت. استقبلوه زملائه كلهم جوه الفريق بالاحضان والدنيا تمام، وكان هناك ترحاب طبيعي لانه ما بينهم وبين بعض علاقات، يمشي من هنا يروح هنا، يروح فوق يروح تحت، احنا هنمشي كلنا، ما حدش قاعد في حته، مفيش حد قاعد في مكان. وطبيعي هتستمر العلاقات الانسانيه، ده امر طبيعي جدا جدا. هيتقابلوا في وقت من الاوقات في المنتخب، وكانت طبيعه العلاقات طيبه جدا جدا. والوحيد اللي ما تقابلش، اللي ما حصلش مقابله ما بينه وبين بعض هو شيكابالا، وده لانه شيكابالا كان متواجد في الجيم وقت دخول زيزو. طيب زيزو اتمرن ازاي؟ زيزو كان هناك تدريب منفرد. طب ده طبيعي ولا تعسفي؟ لا ده طبيعي جدا، لعيب منقطع عن التدريبات بقاله 25 يوم. يبقى ايه اللي هيحصل لما يكون هو منقطع عن التدريبات 25 يوم؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتمرن بشكل منفرد علشان يشتغل ويخش في الفورمه و كل الامور الاجرائيه دي امور طبيعيه. الزمالك من حقه ان يبحث عن حقوقه كامله 100%. وزيزو شايف من وجهه نظر ان عنده حق في موضوع المستحقات وكذا وكذا وكذا، يتكلم فيها المحامي بتاعه الخاص الاستاذ اشرف عبد العزيز، يتكلم فيها ووكيله اللي هو والده الكابتن مصطفى زيزو. احنا بنتكلم في الاول في الاخر، انا راجل احطك قدام الصوره وافرجك عليها واشرح لك المضمون بتاعها عامل ازاي. طيب الزمالك بيتحرك ازاي؟ الزمالك النهارده كان بيرسل الى لجنه الانضباط. يا ريت لو تجيبوا لنا على الشاشه يا شباب ماذا قال نادي الزمالك فيما يتعلق بشكواه في لجنه الانضباط، واللي كان بيتكلم فيها في القصه المتعلقه بزيزو، لانه ارسل الى لجنه الانضباط. اذا هناك تحركات، تفاصيل شكوى الزمالك ضد زيزو في لجنه الانضباط. نادي الزمالك تقدم النهارده بشكوى رسميه لجنه الانضباط باتحاد الكوره ضد لاعبه احمد مصطفى سيد زيزو. الزمالك طلب في شكواه بتطبيق اللوائح اللي بتضمن سلامه المسابقات بعد امتناع اللاعب عن التدريبات منذ اخر مران له اللي بعده يوم 8 ابريل الماضي، وهو الامر الذي ترتب عليه الحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحله حاسمه من المنافسه على البطولات التي يشارك فيها الزمالك، وبذلك جاء انقطاع لمده 25 يوم قبل حضور اليوم للمشاركه في تدريبات الفريق بدون سبب وفقا لشكوى الزمالك اللي بعده. هذه هي تفاصيل شكوى الزمالك بالمناسبه بالكامل. يبقى انا حطيتك قدام الصوره، هعرض لك للي ما كانش موجود معانا لاخر مره التصريحات المقتضبه والسريعه لزيزو لاول مره ولاخر مره في هذه الازمه، وبعدين نروح لقصه ثانيه. يلا نشوف مع حضرتك. توضيح بس يا كابتن، بعد اذنك يا كابتن. لا يعني تعقيب على حضورك المره. ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. طيب لحد اخر يوم، لحد اخر حضور النهارده انا تحت امر نادي الزمالك. معلش انا اسف كابتن، حضورك النهارده كان توضيح بس يا كابتن، بعد اذنك يا كابتن. لا يعني تعقيب على حضورك المره. ما ينفعش اتكلم في حاجه، انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجه. طيب لحد اخر يوم، لحد اخر حضور النهارده انا تحت امر نادي الزمالك. معلش انا اسف كابتن. هنقفل الملف ونفتح ملف تاني. واشتعلت بطولة الدوري يا سادة. النهارده ماتشين، واحد فيه بيقدم فاركو هدية للأهلي وقابلها الأهلي وقال له يا سيدي شكرا متشكرين. فاركو يلاقي من؟ بيراميدز، وتحدث عن بيراميدز بمزيد من الاحترام. فبيراميدز يا سادة هو واحد من أهم فرق الدوري على الإطلاق، الدوري وإفريقيا، وهو الواصل الوحيد إلى نهائي البطولة الإفريقية من مصر. فأنت النهاردة لما تتكلم عن فاركو إنه يفوز على بيراميدز ب3 أهداف مقابل هدفين ويعطل هذه المسيرة النارية السريعة جدا جدا، فأنت لازم تقف قدام هذه النتيجة. لقد كادت هدية. قال له الأهلي لفاركو ردا شكرا متشكرين بفوز مهم على حرس الحدود ب5 أهداف دون مقابل. الفوز ده عمل ايه في بطولة الدوري؟ الفوز ده عمل في بطولة الدوري اشتعال كبير جدا جدا، لأنه على رأس البطولة بيراميدز ما زال متصدرا بعد 21 مباراة
ب47 نقطة. 47 نقطة. وجاء الأهلي في المركز الثاني ب46 نقطة. هنا أقول لك حتة صغيرة. إيه بقى الحتة الصغيرة المهمة؟ حتة صغيرة بس مهمة. هذا الترتيب ما زال معلقا عند مين؟ ركز معايا، عند لجنة الانضباط. لأنه لجنة الانضباط يوم الخميس هتاخد قرار. هذا القرار يكاد يكون هو الأهم تاريخيا في بطولة الدوري هذا الموسم. أقول تاني، هذا القرار الذي ستتخذه لجنة التظلمات سيكون القرار الأهم تاريخيا خلال هذا الموسم. ليه؟ إما إنها تخصم من الأهلي 3 نقاط في نهاية الموسم، أو أنها تؤيد القرار الصادر من رابطة الأندية. فهنستنى ونشوف. فأنا حطيت لك الملحوظة عشان أنت تبقى شايف كل حاجة. الزمالك لعب 20 مباراة، معاه 39 نقطة، هيلاعب البنك بكرة، ماتش مهم جدا. إذا فاز بيروح 42 نقطة، بعيد بس ما فيش في الكوره بعيد، لانه الماتشات اللي جايه للفريقين سواء بيراميدز او اهلي ما تقدرش تحلف عليها. يعني انا لو بقول لك النهارده فاركو يعطل بيراميدز تقول لي انت بتقول اي حاجه. بالمناسبه يعني واخيرا حضرتك اشكركم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي مشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل منشور جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان ينتشر. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.